قاعدين هناك. ابو هشيمه ايه اللي جايبك الساعه دي؟ انتوا قاعدين هنا ولادي وبعدين عرفوا طريقكم. يا وجع السوى ده. طب ايه العمل يا اخوي؟ عمل ايه وبتاع ايه؟ انتوا لسه هتحكوا، يلا اهربوا من هنا. هنهرب نروح على فين؟ وبعد كده ولاد وهدان عرفوا طريقنا منين؟ ده الجن الازرق ما يعرفش احنا فين. عرفوا زي ما عرفوا، هتيجوا معايا وتقعدوا تتكلموا لحد ما يضربوا فيكم. اسمع كلامه يا غفران، برضه هو ده عمنا وخايف علينا. يلا بينا نمشي من هنا. انا شامم ريحه غدر، بس هسمع كلامك. يلا بينا. حركوا رجلكم شويه يا رجاله قبل ما ولاد وهدان يجوا يحصلونا. استنى يا ولد عم، انتوا هتستنوا هنا شويه وانا متفق مع عربيه تاخدكم ونطلع على القاهره. بس هاتوا السلاح ده يا رجاله، مش هتعرفوا تسافروا بيه. مفيش حل غير ان احنا نثق فيه يا اخوي، وبرضه ده واد عمنا. اديه السلاح. 10 دقايق ورجع له. ايه عملت ايه؟ الرجاله وقعوا في الفخ يا كبير، وفران وعلي ولاد عمي في المكان اللي اتفقنا عليه. جدع يا ابو هشيم. وسلاحهم خدته وهم دلوقتي في انتظار عزرائيل. عفارم عليك يا ابو هشيم، وزي ما وعدت ليك الامان. اتكل على الله. يلا يا رجال. واد عمك اتاخر قوي. والله وقعت يا غفران انت واخوك. بقالنا 10 سنين اما ندور عليك انت واخوك. كنتوا فاكرين انكم هتهربوا مننا؟ يهربوا يروحوا فين يا اخوي؟ ده وقع في يد ولاد وهدان، يعني كده كده ميتين ميتين. اخيرا وقعت في ايدنا يا غفران انت واخوك. وماله يا رجاله، كده كده الموت علينا حق وده قدر ومكتوب. بس اللي انا مستغرب له ازاي اديلكم 10 سنين بتدوروا علينا ولا يوم عثرتوا فينا، والنهارده بس واحنا ما معناش سلاح نلاقيكم فوق راسنا. يا رب ما يكونش اللي ببالي صح. هو اللي في دماغك صح، واد عمك سلمك. ما هو لازم ما يجيلكش غير من القريب. شاهد على روحك يا غفران. انا مش قلت لك مش مطمن له؟ اهو ده اللي ما كانش على البال واصل. 10 سنين واحنا هاربين عند الغريب ومحدش عرف لينا مكان، ويوم ما نآمن للقريب يغدر بينا ويخوننا. من القريب سلمنا واد عمنا. اشرب. انت لسه هتسمع منه؟ اضرب يا اخوي. وجبت ساعة الحق، اتشاهد على روحك. انا ليا عندك طلب واحد قبل ما اموت. طلب ايه يا عاد؟ انا مش عشماوي عشان احقق لك طلب قبل ما تموت. شايف يا اخوي ان احنا ندي فرصه ونسمع منه هيقول ايه. نسمع يا اخوي. قول اللي عندك يا غفران. مش عايز منك غير انك تسيبني نص ساعة بس يا ابو زيد. نص ساعة، ولو اتأخرت كده كده سايب لكم اخويا رهينة معاكم. خلصوا عليه. انت عشان تعيش نص ساعة تاني؟ اقتل يا اخوي، ده مكار. اسمع، انا مش هسيبك عشان خاطر اخوك معانا. انا هسيبك عشان انت طول عمرك كدي كلمتك وراجل حتى في عداوتك. قلت لك ما تعملوش، ده غدار. هتقتل ولا اقتل انا؟ الناس دي طول عمرها في عداوتها رجاله. توكل على الله يا غفران. تسلم ابو زيد، وفعلا صدق اللي قال الاصيل حتى في عداوته يريح. السلام عليكم. عبد البر، خليك وراه ما يغيبش عن عينك لحظه. حاضر يا اخوي. زمانهم ولاد وهدان خلصوا عليهم والارض فضيت لي دلاله زي الفل. غفران. ايوه غفران اللي انت سلمته لاولاد وهدان. غفران اللي انت قتلت القتيل ورميته في ارضه وشيلته شيله مش شيلته. انت ما تقول ايه؟ اسلمك كيف؟ ده انت واد عم. انت لسه بتكذب. انا خلاص عرفت كل حاجه، والغدر والخيانه ما يجيش غير من اللي زيك، وانت طول عمرك خسيس ونادل يا واد عمي. معلش يا واد عمي، بس انا كان لازم اعمل كده عشان اعيش. هي دي المرجله يا واد عمي. عايز تعيش على قفا غيرك وممشيها غدر وخيانه. ايوه عايشه بالغدر والخيانه. واقول لك على التقيله، انا اللي قتلت وهدان ورميته في الارض عندك عشان تلبسها انت واخوك. تاخد التقيله يلا عشان تحصل وهدان والسير الدفن معاك. انت اخوك برين من دم ابويا. يلا بسرعه نحصل اخوك قبل ما يخلصوا عليه. عدت نص ساعه، اخوك لسه ما جاش. شاهد على روحك. استنى يا اخوي، استنى يا اخوي، ما تضربوش. في ايه؟
الناس دي مظلومه، واللي قتل ابونا ابو هشيم واد عمه. مش قلت لك ابو زياد انا واخويا بارئين من دم ابوك، واحنا لا قتلنا ولا نعرف مين اللي رماه في ارضنا. احنا فعلا ظلمناكم، بينا يا رجاله ناخد طارنا من ابو هشيم. استنى يا اخويا، اللي قتل ابونا انا موت وخدنا الطار.